أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون فطاير المحمرة من ألذ وأطيب الفطاير. بتمنى طريقتي في عملها إنها تنال إعجابكم. قبل ما نبلش في طريقة العمل، ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوني بتعليقاتكم الحلوة. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي رح نبلش نعمل العجينة. رح أحتاج كوب من الحليب الدافي، كوب من المي الدافية، رح أضيف عليهم نص كوب من الزيت النباتي، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من السكر. وهلأ راح أضيف كوبين من الطحين. راح أخلط المكونات مع بعض، وهلأ بغطيهم وبترك الخميرة لحتى تتفاعل لمدة 10 دقايق. بعد ما تفاعلت عندي الخميرة ومرق عليها 10 دقايق، هلأ ببلش أضيف باقي كمية الطحين. راح أضيف 3 أكواب من الطحين، يعني مجموع كمية الطحين اللي استخدمته 5 أكواب. بعد ما ضفت كل كمية الطحين ببلش أعجن العجينة لحتى تتكون عندي عجينة متماسكة. وهون جهزت عندي العجينة وراح أفرجيكم كيف قوامها. طبعا هون حطيتها بصحن وغطيتها بكيس نايل، وراح أحطها في مكان دافي لحتى تتخمر. هلا رح نبلش نعمل المحمرة. في مقلاي ضفت كوب من زيت الزيتون، ضفت عليه بصلة مفرومة فرم ناعم، وراح أقلب البصلة لحتى تدبل عندي. بعد هيك بضيف حبتين بندورة مهروسين بقلبهم مع البصل. هلا راح أضيف 3 معالق كبار من دبس الفليفلة، ودبس الفليفلة مكون أساسي بهاي الوصفة. راح أضيف معلقتين كبار من رب البندورة وأحركهم مع بعض. هلا راح أضيف معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكمون. طبعا ما تكتروا ملح لأنه دبس الفليفلة شوي بيجي مالح. هلا راح أضيف نص كوب من المي وأترك المحمرة تتسبك لمدة 10 دقايق على النار. أول ما بلشت تتسبك عندي بضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان، وآخر شي بضيفه معلقة كبيرة من حبة البركة. وهون جهزت عندي المحمرة وبحطها على جنب، بتركها تبرد كتير منيح قبل ما استخدمها. طبعا العجينة بعد ما خمرت قطعتها على شكل كرات متساوية، وبرجع بغطي هاي الكرات وبخليها ترتاح لمدة ربع ساعة. هلا راح نبلش نشكل المحمرة. طبعا بجيب كرة عجين وبفردها على شكل دائري بهذا الشكل. هلا ببلش أعمل إلها حواف من الجناب، بحط إصبعي وبضغط لحتى صوص المحمرة ما يطلع برا العجين. وهلأ بشوكة بعمل ثقوب لحتى ما تنفخ عندي بالوسط وتعطيني منظر مو حلو. هلا ببلش أفرد صوص المحمرة على العجينة. برش عليها شوي من السمسم المحمص. طبعا بتحطوها في صينية مدهون عليها زيت، وبتحطوها بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200، وأول ما تتحمر عنا الأطراف بس نعطيها تحميرة خفيفة من فوق. والجزء الثاني عملته بالجبنة، حطيت صوص المحمرة وفوقيه جبنة موزاريلا. وهذا الشكل النهائي عندي لفطاير المحمرة. بتمنى إنه وصفتي لليوم تكون نالت إعجابكم، وصحتين وألف عافية.